محمد مهدي، راكم في الفيديو الجديد ثالثكم. حبايبي المتابعين، اليوم بعد غياب فترة مشان صار لنا ما نشوف فيديوهات، اليوم جبت فيديو بس فيديو مختلف عن باقي الفيديوهات. اليوم جبت لكم كاميرتين اثنيناتن، هسه انا راح اوصفكم اياها. بس قبل لا نبدا الفيديو لايك واشتراك ونفعل جرس التنبيهات. اول شي نبدي بالكاميرا الصفراء، راح اسميها الكاميرا الصفراء وراح احطها هنا. هاي مننا انتم هسه حسب هاي مننا اذا واحد عندكم تصوير او شي تحط هيك تلزمونها وتفتحون هاي الشاشة، تقدرون هيك تقلبونها على مود الجاي، يعني هو اللي جاي ابو الفيديو جاي يشوف روحه. اما اذا واحد المصور هو جاي يصور من هنا يدورها ويشوفه، وواحد فوق هو الفوق بالسنة يشوفه. هنا عندكم هو ازرار، هاي زر التشغيل، وهاي تطبون بيها على الاستوديو او تحذفون او هاي، هذا المود مالتها. وعندكم منها التقريب والتبعيد، وعندكم قصدي هاي التقريب والتبعيد اللي هي تي ودبليو، وهاي السماعة مالتها، والكاميرا طبعا هاي اتش دي. ومن هنا نجي للشغلة الأهم اللي بيها، أو بيها رام وتشتغل على الشحن. الرام بيها مدخل رام، وبيها الحلو بيها اللي عجبني بيها لايت، من تصورون يشتغل هو، تقدرون تشغلونه وتقدرون، واكو لايت امامي وخلفي. راح اسوي لكم عرض عليها هسه من نهاية الفيديو. هسه هاي خلصنا من هيك، نجي لهاي الكاميرا بيها لونين، لون وردي واصفر، بس هما راسمينها ما ادري راسمينها ورد وابيض، بس هي الاحسن هي الورد والابيض، بس هي صحيح جت ورديه ما ادري عاد. واكو ازرق وابيض، ورد وابيض وازرق وابيض، بس كل شي بيها مختلف. هسه انتم راح تشوفونه. اول شي يعني التقديم مالتها بيها شنو، يعني نسيت اسمها ما ادري، تعلقونها برقبتكم تحطونها من دوني، واكو ذا تلاحظون دوني دقمة او زر من تدوسون عليها، لما تظلون دايسين عليها تدوسون عليها وتطببونها الحلقة، فبعد تنزلتوا هاي تظل برقبتكم، ما حد يقدر ياخذها من عندكم، واقولي ما حد يقدر ياخذها من عندكم. اي واحد تظل برقبتكم، او مثلا هيك جاي تصورون بس ما يقدر الجاي يعني يصور يشوف الا المصور، يعني هو يشوف. راح نفتحها لكم بس نشتغل الشرح مالتها ما يعرف، انا ما راح اعلمكم عليه بس ما يعرف. طبعا هاي الكاميرا صناعتها لو كورية لو يابانية، لأن مكتوب كتابها لو كورية لو يابانية. بس هاي اللي قلت لكم شي المختلف بيها، اكو التطبيقات عندكم هي الكاميرا، تطبون على الكاميرا يلا تصورون، مختلف بشان الموبايل الكاميرا يلا تصورون. وهاي الاستوديو اللي تطبون بيه على مود تشوفون الفيديو صورتوه او الصورة صورتوها، وتقدرون تسوون بيها بورتات. وعندكم الميكروفون يعني تسجيل هم لكم بالموبايل، وقائمة الالعاب هواي العاب بيها، لعبة حية،
لعبة بناء، لعبة دبابات، أروح بها ألعاب. وتتراسلون، إذا واحد عندكم واحد صديقك إذا عنده مثل هاي تقدرون يعني تتراسلون، وتقدرون تربطونها على التلفزيون. وعندكم بها سماعة، وبعد ما عندها ترجع هنا هذا العنفة. هسه نجي نفتح لكم الكاميرا. هذا الزر بيفتح عليها، ودائما اي شيء من هنا ينفتح. ما قلت لكم هاي مال الكاميرا. لا ما بيفتحن. يلا عادي راح اشرح لكم من فاتورة مالتي. ماشي لقيت شباب الازرار. الزر هذه شلون تشوفونه بس يصغرونه. هاي هذا هو اللي يشغله، ظلون دايسين عليه تشتغل، ورا ما تقدر تطفيها ظلون دايسين عليه تطفى. هاي الدقمة تصور وتشغل فيديو الفوق بكل الكاميرات، يعني حتى لان يعني الكاميرات ما تسوي فيديوهات هي الاصليات هم من هنا فوق الزر. لا لازم اي كاميرا من هنا تدورون يسار يمين، ومن هنا تحت فوق يمين يسار فوق تحت، ومن هنا مال الكلايت وحساس، وهاي السماعات، ومن هنا هاي الكاميرا. بس ثواني. وهم يعني حلو بيها تشتغل على الشحن. شاحنة مال جالكسي. اي شاحنة نسيتها. وبيها مدخل رام. يعني مدخل رام هم يعني تقدرون تصورون مثلا اذا تريدون بالموبايل تمنتجون او بالحاسبة تمنتجون او بالبي سي، تطببون الرام مال البي سي وقد تشرعون رام هاي وتطببونه هي بالحاسبة او بالبي سي او باي شيء او بالموبايل عادي. وراح اسوي لكم عرض عليه. وقبل ان انهي الفيديو لا تنسون لايك سبسكرايب شير قبل الاشعارات. نلتقي لكم في فيديو جديد. الى اللقاء. يلا.